عارف ان في ناس مصدومه دلوقتي ان فتحوا التطبيقات ولقوا ان الناس شغاله عادي والاسعار زي الفل، وقال لك يا ريتنا نزلنا. فانا عملت فيديو وهينزل دلوقتي على القناه عندي على اليوتيوب، هينزل على القناتين ان شاء الله، وهينزل على الفيسبوك. هسيب لكم الروابط بتاعته في التعليق هنا في الفيديو ده. الفيديو ده انا بتكلم فيه تكلفه وحساب الكيلومتر بالنسبه للبنزين والصيانه، والمفروض الفلوس اللي انت بتشيلها كام. ده لو افترضنا ان الشركات نفذت اللي احنا عايزينه وعملت الكيلومتر ب 10 جنيه، فهيتصفى لك كام في اليوم؟ هتتصدم والله من النتيجه. وطبعا على ارض الواقع الكيلومتر ب5 و6، فانت هتطلع مديون. فمهم جدا يا جماعه ان الناس تخش تشير الفيديو ده في كل الجروبات، والناس كلها تخش تتفرج على الفيديو ده، وكل واحد يقيس على نفسه ويشوف مصاريفه كام. ودلوقتي بقى انا هفتح تطبيق ديدي واندرايف، وهنشوف بقى دلوقتي الاسعار ككابتن بقت عامله ازاي. وخلينا نتفرج مع بعض كده 5 دقائق او دقيقتين عشان ما اطولش عليكم. كده ديدي اهو يا جماعه، وزي ما انتم شايفين نوطي صوت بس الاسعار ملتهبه والخريطه ملتهبه. الكلام ده على غير العاده طبعا. الايام اللي فاتت انا هنا فاتح ككابتن، كنا بندور على ان الاسعار الخريطه تبقى بالشكل ده كده. بقى لها كام يوم بننزل الابيض، طبعا النهارده عشان في ناس كتير ما نزلتش، وده اكبر دليل ان هي نجحت. بصوا الاسعار الخريطه كلها عامله كام، والنهارده هتلاقوا الاسعار عاليه جدا. الموضوع رعب الشركات والموضوع سمع، والاسعار يعتبر المفروض كده. انا داخل النهارده لقيت الاسعار مظبوطه على غير العاده، وحتى المشاوير الصغيره والمشاوير الطويله كلها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. كنسل ده ديدي. خلينا قاعدين مع ديدي شويه كده اوريكم بس الطلبات عامله ازاي. محدش يندم ان هو ما نزلش النهارده، لان دي مساله مبدا. اللي زايطين وفرحانين باليوم بتاع النهارده، الشركات هتركبكم بعد كده لو ما عدلتوش نفسكم. 15 كيلو ولا 16 كيلو، 8 كيلو ب 68، 14 كيلو ب 174، كيلو ب 39. المفروض الستارت في المشاوير الصغيره دي يبقى 50 جنيه، انا مش طالع بتوك توك. 24 كيلو ب 163. لسه برضه في استعباط في النص اهو. يعني ده الطبيعي ان هو يبدا ب 200، طبيعي ان يبدا ب 200 ونتفاوض بعد كده. اعرفوا يا جماعه اشتغلوا صح ازاي. ما الناس اللي نازله فرحانه بالنهارده، والله لو ما اتحدتوا الشركات هتنزل العروض اللي هي عاملاها، والريت اللي موجود في الخريطه ده هيتشال. طبعا دي زنان ومشهور بزنه يعني. 39 واتاخد. ده كيلو بس. شوف بينك وبين العميل قد ايه، اقفل. على الرغم ان انا في المكان اللي فيه ان المفروض الخريطه ملتهبه والاسعار فيها عاليه، انا في نص المكان ده حرفيا. لكن بيجي لي حاجات معرفش، بينقوا الحتت الفاضيه ويجوا منها، مش عارف. يا اما العميل بقى بيبعد عن الحته دي ويروح اماكن تكون الخريطه فيها معلش تسلخات. اندرايف اللي خارب الدنيا. بص 39، لا واضح ان لسه في استعباط. 39 كيلو حاطط 216 جنيه. ده المفروض السعر العادل 127 جنيه 10 كيلو. فده يعتبر فعلا السعر ايه، عادل يعني.